خد الشقة دي عشان اختي تبقى قريبة مننا، لانه كان بيسافر شغله 15 يوم في شرم الشيخ ويجي القاهرة يقعد اسبوع وبعد كده يسافر تاني. جوز اختي خد الشقة قريب مننا عشان انا وماما ناخد بالنا منها. في الوقت اللي بحكي لحضرتك عليه ده اختي كان عندها تقريبا 28 سنة وكانت حامل في الشهر الخامس، وفي الوقت ده برضو كانت اختي متعودة ترجع من شغلها. هي كانت بتشتغل مدرسة على فكرة، وبعد ما بترجع من المدرسة كانت متعودة تعدي علينا وتفضل قاعدة معانا لحد بالليل، وبعد كده بتروح تبات في شقتها. كانت حياتنا وحياة اختي ماشية تمام لحد ما لاحظت عليها تغير مفاجئ. اختي فضلت كام يوم متغيرة وما بتتكلمش كتير ولا بتهزر معايا، وده عكس عادتها تماما. دي كانت بتعتبرني صاحبتها مش اختها الصغيرة، فكانت متعودة دايما انها تقعد تهزر معايا وتسألني عن دراستي وتساعدني في المذاكرة. بس فجأة كل ده اتغير. اختي بقت تقعد لوحدها وتفضل ساكتة، وكتير كانت بتفضل سرحانة بالساعات، ولو حد كان نده عليها كانت بتتخض. ما كنتش لاقية تفسير لحالة اختي اللي كنت كل ما اسألها عن السبب اللي مخليها متغيرة ما كانتش بترد او كانت بتتوه في الموضوع او حتى كانت بتغيره. المهم استمرت على الحالة دي كام يوم لحد ما حصلت الكارثة اللي قلبت حياتها وحياتنا كلنا. في اليوم ده كنت راجعة من الجامعة تعبانة قوي، فأكلت وغيرت هدومي ودخلت نمت. نومي يومها ما كانش مرتاح، ما كنتش مرتاحة وانا نايمة، وكنت حاسة ان في حاجة غريبة، لحد ما فجأة صحيت من النوم على صوت صرخات اختي. قمت مفزوعة وانا بتلفت حواليا لحد ما اتخذت لما شفت انا نايمة فين. انا كنت نايمة في اوضة نوم اختي اللي في شقتها، كنت نايمة على سريرها، وقصادي كانت هي واقفة قصاد الدولاب ومدياني ظهرها، كانت عمالة تصرخ وانا كنت مصدومة ومش لاقية تفسير اللي انا شايفاه. حاولت اقوم او اتكلم واسألها انا جيت هنا ازاي ولا هي بتصرخ كده ليه، لكن فجأة وقبل ما اعمل اي حاجة لقيت الدرج بتاعت الدولاب بتتفتح بكل قوة في وش اختي، وكل حاجة جوه الدولاب بقت تتحدف عليها. وقتها هي طارت من مكانها واترمت على السرير قصادي. كل ده كان بيحصل وانا مش فاهمة ولا لاقية تفسير، لحد ما فجأة لقيت واحدة ست خرجت من الدولاب، ما كانش باين منها اي ملامح ولا اي حاجة توضح هي مين. كل اللي كنت شايفاه هو كتلة سودة على هيئة واحدة ست لابسة طرحة طويلة وظهرها محني. في الوقت اللي خرجت فيه الست من الدولاب اختي كانت مبرقة للسقف وما بتنطقش بولا كلمة، بس الست اللي خرجت من الدولاب دي قربت ناحية السرير بخطوات ثابتة وبطيئة لحد ما بقت واقفة قصاد اختي، وفجأة ومن غير اي مقدمات رفعت الست دي ايديها وبدأت تضرب اختي على بطنها بكل قوة. الغريب بقى ان اختي كانت بتتضرب على بطنها وهي ما بتنطقش ولا حتى بتتكلم وكأنها متخدرة. قمت من مكاني ولسه هروح ناحية الست عشان امنعها، بس اول ما اتحركت من مكاني لقيت اختي صرخت بصوت عالي ومسكت ايديها في رجلي، ايديها اللي كانت باردة بطريقة غريبة، ونظرات عينيها كانت مليانة دموع وكأنها بتترجاني ان الحقها. خلوني فوقت نفسي من الصدمة اللي كنت فيها، ولسه هصرخ في الست اللي مش باين ليها ملامح دي وعشان تبعد عنها او تسيبها، لكن قبل ما اعمل كده واول ما بصيت للست لقيت فجأة في ايديها طفل او بيبي صغير جسمه مليان دم. لما شفت المنظر ده اتخذت ولفت نظري ان اختي هي كمان هدومها اتملت دم. صرخت بعلو صوتي ولسه هقوم عشان اضرب الست، لكني رجعت فجأة لما لقيتها رمت الطفل اللي كانت ماسكاه بايديها في وشي. اول ما حدفت الطفل اللي مليان دم في وشي غمضت عيني، بس لما جيت فتحتها تاني لقيت نفسي في اوضتي ونايمة على سريري. لما ده حصل حمدت ربنا ان انا كنت بحلم، بس ده ما كانش مجرد حلم، ده كان كابوس خلاني قمت من النوم وانا مخنوقة ومتضايقة، جسمي كله مليان عرق، انا عمال اعرق بشكل غريب، لقي ناشف قوي. قمت من على السرير ولسه هخرج من اوضتي علشان اشرب، بس فجأة لقيت امي في وشي
امي وشها كان اصفر وكانت قلقانه قوي وهي واقفه قصادي. اول ما شفتها قربت منها وقلت لها مالك يا ماما في ايه؟ لما قلت لها كده ردت عليا وهي عينيها بتدمع وقالت لي اختك يا بنتي، اختك ما جاتش النهارده بعد ما خلصت شغل، ادينا اهو بعد المغرب. وقتها رحت ناحيه ترابيزه السفره وشربت ميه. بعد كده حاولت اطمن ماما وقلت لها طب حاولتي تتصلي بيها؟ لما قلت لها كده ردت عليا ماما وقالت لي اه يا حبيبتي اتصلت بيها كتير بس ما كانتش بترد. انا قلقانه على اختك قوي وحاسه انها مش بخير. قربت منها وطبطبت عليها وانا بحاول اطمنها. ما تقلقيش يا حبيبتي، تلاقيها رجعت من المدرسه تعبانه وروحت نامت في شقتها. لما قلت لماما كده ردت عليا وقالت لي ليه يا بنتي ليه؟ اختك عمرها ما عملت كده، دي حتى لو تعبانه وهتروح شقتها من غير ما تعدي عليا زي كل يوم. كانت اتصلت بيا وقالت لي انها مش هتيجي. كنت بصراحه بحاول اطمن امي وانا من جوايا قلقانه، كنت قلقانه زي امي ويمكن اكتر كمان بسبب الكابوس اللي شفته. ما كنتش عارفه اعمل ايه ولا اقول لماما ايه، لحد ما هي قالت لي بصي يا بنتي، وانا هروح لاختك اطمن عليها انا ومرات عمك، هلبس وهننزل لمرات عمك ناخدها ونروح لها. وقتها انا قلت لامي طب استني يا ماما انا هغير هدومي وهروح معاكم. وفعلا غيرت هدومي ونزلت انا وماما لشقه عمي اللي تحت شقتنا، وخدنا مرات عمي ورحنا لشقه اختي اللي في اخر شارعنا زي ما قلت لك. لما وصلنا قصاد شقه اختي فضلنا نخبط عليها بس ما كانتش بتفتح، محدش فتح لنا. خبطنا كتير لحد ما ماما قالت ايه ده صحيح انا نسيت، انا معايا نسخه من المفتاح، هي كانت مدياني نسخه عشان لو حصل اي ظرف. طلعت ماما المفتاح من الكيس بتاعها وفتحت باب الشقه اللي لما دخلنا منه ما كانش في اي حاجه غريبه. الشقه كانت انوارها منوره، كل حاجه كانت تمام لحد ما دخلنا اوضه النوم. وساعتها بقى انا وامي ومرات عمي وقفنا مبرقين للمنظر اللي شفناه واللي لحد النهارده او يمكن كمان لحد ما اموت عمري ما هنساه ولا عمره هيروح من بالي ابدا. لما دخلنا الاوضه لقينا كل دره في الدولاب مفتوح والهدوم اللي جواه كلها متبعتره على الارض. كل حاجه اختي كانت شايلاها في الدولاب مرميه في كل مكان في الاوضه بما فيها الدهب بتاعها اللي كان هو كمان متبعتر في كل حته. اما على السرير بقى كانت اختي نايمه او بمعنى اصح مغمى عليها وهي لابسه لبس خروج مش لبس البيت، وجنبها وعلى السرير برضه كان في حاجه متغطيه بملايه السرير. الصدمه خلتنا نقف ثانيه كده لحد ما امي دخلت جري على اختي وبدات تفوق فيها، بس طبعا من غير اي فايده. اختي ما فاقتش، ما كانتش بتفوق. اما انا بقى فانا دخلت انا ومرات عمي وجرينا ناحيه الحاجه اللي كانت ملفوفه في الملايه ومحطوطه جنب اختي. والصدمه هنا اننا اكتشفنا ان الحاجه دي تبقى جنين او طفل ميت. جنين شكله بيدل على انه مش مكتمل، شكله وشكل اختي خلونا نتاكد من انها سقطت او الجنين ده يبقى هو اللي كانت حامل فيه. الصدمه والذهول وعياط امي وصراخ مرات عمي خلوني من غير اي تفكير جريت على التليفون وطلبت الاسعاف. وبعد كده اتصلت بجوز اختي اللي كان في شغله في شرم الشيخ وحكيت له على كل اللي حصل. حاولنا نفوق اختي او نلاقي تفسير للي حصل بس برضه من غير فايده لحد ما الاسعاف جت وشالوا اختي اللي كانت في غيبوبه تامه. بعد كده خدوا الجنين وراحوا بيهم على مستشفى القصر العيني. بس وسط كل اللي حصل ده انا كان في حاجه هتجنني وما كنتش لاقيه ليها تفسير. لما الجنين ده يبقى هو اللي كانت اختي حامل فيه وواضح كده انها سقطت ونزل، ازاي بقى مفيش في الاوضه ولا في الشقه كلها نقطه دم واحده؟ وازاي الجنين ده كان ملفوف في الملايه وهو بعيد عن اختي؟ هو مش برضو المفروض ان الجنين ده بيبقى مرتبط ببطن الام عن طريق حبل سري؟ اسئله كتير ما كنتش لا انا ولا اللي شافوا الموقف لاقيين ليها اجابات لحد ما رحنا المستشفى. لما وصلنا هناك الدكاتره حولوا اختي على الرعايه المركزه، وطبعا الجنين الدكاتره قالوا انه مات. لكن الاغرب بقى في كل اللي انا حكيته ده ان الدكاتره بعد ما عملوا سونار لاختي اتاكدوا ان اللي حصل ده مش نتيجه عمليه اجهاض عاديه، لا الدكاتره قالوا ان عمليه الاجهاض دي اتعملت بفعل فاعل
وقالوا كمان ان اللي عملها ده حد متخصص او دكتور شاطر قوي، لانه يعمل تنظيف للرحم بعد ما نزل الجنين، وكمان قطع الحبل السري باحترافية. انا كنت واقفة بسمع كلام الدكاترة ده انا وامي بذهول، لكن كان كل اللي هممنا وقتها اللي بنسمعه. احنا كان هممنا بس حالة اختي اللي كانت في غيبوبة زي ما قلت، او بمعنى ادق زي ما قالوا الدكاترة ان اختي دخلت غيبوبة بسبب صدمة عصبية، مش بسبب اللي حصل لها. المهم طلعنا مع اختي الرعاية لحد ما الدكاترة حطوها على الاجهزة، وقالوا لنا ان مسألة انها تفوق محتاجة بس لشوية وقت، وطمنونا لما قالوا ان حالتها الصحية كويسة جدا وما فيهاش اي حاجة ولا في اي خطر على حياتها. فضلت امي قاعدة في طرقة الرعاية المركزة هي ومرات عمي، وانا فضلت واقفة مع الدكاترة والممرضين علشان اشوف ايه الجديد في حالة اختي، لحد ما بعد الصبح كده جوزها كان جه. طبعا لما جه كان منهار، كان واضح على وشه الذهول كان واضح على وشه الذهول لحد ما فهم الدكاترة حالتها. وانا كمان حكيت له على اللي حصل، وفضلنا قاعدين نتكلم واحنا في حالة حزن شديد لحد ما البوليس جه عشان ياخد اقوالنا في اللي حصل. انا حكيت كل اللي شفته، وامي ومرات عمي اكدوا على كلامي، وجوز اختي كان منهار وهو بيتكلم مع الضابط، بس حاول يمسك نفسه عشان يقول اللي يعرفه بخصوص اللي حصل. الشرطة خلصت تحقيق وقالوا انهم هيروحوا الشقة عشان ياخدوا اي دليل او اي حاجة يقدروا بيها يعرفوا مين اللي عمل كده. وفي الوقت ده كان الجنين اتحول للطب الشرعي اللي اثبت كلام الدكاترة في الاول، وهو ان عملية الاجهاض تمت بحرفية شديدة جدا جدا، يمكن كمان صعب على اي دكتور انه يعملها. المهم بعد ما الجنين اتشرح وتقرير حالة اختي راح للنيابة والشرطة خدت الادلة من الشقة، وبعد كده قفلتها، سلموا لجوز اختي الجنين عشان يدفنوا، وبالفعل دفنوا في مقابر عيلته. وانا وامي فضلنا قاعدين مع اختي اللي فضلت في غيبوبة لحد ما فاقت بعد 3 ايام. لما فاقت اختي افتكرنا اننا هنلاقي تفسير للي حصل، وانها هتتكلم بقى وتوضح لنا مين اللي عمل كده، لكن للأسف مش ده اللي حصل. اختي لما فاقت كانت ما بتتكلمش، وما كانتش حتى بتحرك اي طرف من اطرافها، وكأنها اتشلت. وده كان حاصل لها بالرغم ان الدكاترة قالوا ان ما عندهاش اي مرض او ضرر عضوي ممكن يؤدي لشلل او لعدم الكلام، بس هي كانت ما بتعملش اي حاجة ولا كانت بتتجاوب مع اللي حواليها، كانت بس بتبص للسقف وعينيها عمالة تدمع كتير. لما جوزها شاف حالتها دي عمل مشكلة مع الدكاترة اللي ما كانوش لاقيين سبب عضوي لحالتها، لكن لما الممرضين هدوا الدكاترة شرحوا له اللي عندها، عرفنا وقتها ان اللي هي فيه ده حالة نفسية، وانه سبب صدمة مش مرض عضوي. وعشان كده انتبهوا دكاترة نفسيين عشان يتابعوا حالتها، بس برضو الدكاترة النفسيين قالوا ان اللي عندها ده ملوش اي تفسير غير انها تعرضت لصدمة شديدة قوي، وعقلها رافض انه يتقبلها، وعشان كده هي ما بتنطقش ولا بتتحرك. ومع مرور الايام النيابة طلعت تقرير بان اللي حصل ده كان اعتداء، لان عملية الاجهاض اللي حصلت تمت في مكان بعيد عن شقتها تماما، وده بسبب ان ما كانش في نقطة دم واحدة في الشقة. وكمان الاقتحام اللي حصل للشقة ده ما كانش اقتحام بهدف السرقة، لان برضو الشرطة ما لقتش اي حاجة ناقصة، وده طبعا بعد ما جوز اختي شاف كل حاجة في البيت واتأكد بنفسه ان ما فيش اي حاجة اتسرقت. الموضوع كان محير اكتر، لكن حالة اختي مخلتناش نعرف نفكر في اي حاجة غير انها بس تقوم لنا بالسلامة وتتكلم وتتحرك، وبعد كده بقى نبقى نشوف او نعرف منها سبب اللي حصل. لكن مع مرور الايام ومع تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة، القضية اتقال ان البحث فيها جاري، بالرغم ان ما كانش فيه اي متهم. ما كانش فيه متهم، لان الشقة ما كانتش مكسورة ولا حتى كان فيه اي اثار للاقتحام. وغير كده وكده كمان ما فيش حد دخل ولا خرج من العمارة في وقت ما اختي رجعت من المدرسة لحد ما احنا طلعنا لها. وكمان جوز اختي ما كانش فيه اي اتهام موجه له
لانه كان في شغل في محافظة تانية زي ما قلت. استمر الحال على ما هو عليه لمدة شهر تقريبا، شهر بحاله، واختي راقدة في المستشفى، وانا وامي وجوزها بنزورها كل يوم. لكن زيارتنا دي ليها كانت من غير اي فايدة، برضو حالتها ما كانتش بتتحسن، بل بالعكس كانت بتسوء. حالتها ساءت لدرجة انهم كانوا بيحطوا لها الاكل في خراطيم، ما كانتش حتى بتقدر انها تاكل، كأن كل حتة في جسمها اتشلت او هي اللي مش قادرة تحركها. وفي الوقت ده الدكاترة النفسيين قالوا لنا نقعد نتكلم معاها ونحاول نواسيها او نخرجها من اللي هي فيه عشان تتجاوب مع العالم اللي حواليها. وفعلا عملنا كده، وبدأت انا اقعد اتكلم معاها واحكي لها عني وعن كليتي، واحاول حتى اهزر معاها، بس برضو من غير اي فايدة. هي ما كانتش بتستجيب لاي حاجة بتحصل حواليها، وكأنها في دنيا تانية غير دنيتنا. وحتى جوزها لما كان بيقعد يتكلم معاها ويقول لها ان بكرة ربنا يعوضها بجنين غير اللي راح، ما كانتش بتعمل اي رد فعل ولا كانت حتى بتبصله من الاساس. استمرت زيارتنا ليها واستمر كلامنا معاها، بس اختي كانت مجرد جسم من غير روح، جسم راقد على السرير وباصص في السقف وعينيه عماله تدمع، جسم صاحبته بتتنفس لكنها مش عايشه، هي مش عايشه معانا. عدت ايام، وبعد ما مر شهر على اللي حصل، انا بقى شفت اللي خلاني اتاكدت ان الموضوع ده في حاجه غلط او حاجه مش طبيعيه. في يوم وبعد ما رجعت من عند اختي بالليل، دخلت اوضتي عشان انام. وقتها ماما كانت قاعده في الصاله بتقرا قران، وهي بتعيط على الحاله اللي اختي وصلت لها. بس قبل ما ادخل انام قعدت واسيت ماما وقلت لها ان اللي عندها ده حاله نفسيه، وباذن الله هتخف وهتبقى كويسه في اقرب وقت، بس احنا ندعي لها من قلبنا. هديت ماما شويه وبعد كده دخلت انام. وفي الليله دي واول ما حطيت راسي على المخده صحيت على صوت طفل عمال يبكي جاي من مكان في الاوضه. لما قمت وفتحت عيني لقيت نور اوضتي منور، وقصادي كانت واقفه اختي وجنبها نفس الست اللي حلمت بيها قبل كده بنفس هيئتها وملامحها اللي ما كانش باين منها اي حاجه. بس المختلف بقى المره دي ان اختي هي اللي كان شكلها متغير، كان وشها اصفر، تحت عينيها كان لونه اسود بشكل مخيف، وفي ايدها كان في طفل جسمه كله مليان دم وكان متوصل ببطنها بحبل. اول ما شفت اللي شفته ده بدأت اقرأ قرآن بصوت واطي لان ما كنتش قادرة اعلي صوتي من الفزع اللي انا كنت حاسة بيه. اول ما ابتديت اقرأ قرآن ابتدت الست دي تلف حوالين اختي بحركة بطيئة لحد ما ابتدت حركتها تبقى اسرع واسرع عشان تختفي من غير اي مقدمات، وما يتبقاش قصادي غير اختي اللي ابتدت تحضن الطفل اللي هي ماسكاه وتعيط بحرقة وهي بتبص عليا وبتقول هيموتوني هيموتوني، خدوا مني وعاوزين يموتوني. لما قالت كده بطلت قراية قرآن وقلت لها مين دول؟ مين دول اللي عاوزين يموتوكي؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ ما ردتش عليا ولا قالت اي كلمة، بس هي رفعت ايديها اليمين وشاورت على حاجة جنب سريري. لما عملت كده والتفت بسرعة ناحية ايديها وهي بتشاور لقيت نفس الست دي واقفة جنبي. اول ما شفتها اتنفضت من مكاني وبعدت عنها، بس وانا ببعد عنها غصب عني بقيت على حرف السرير. وقتها بصيت ناحية اختي اللي لقيت شكلها اختلف. لما بصيت لها تاني الجلابية البيضة اللي كانت لابساها ووشها وجسمها كانوا مليانين دم، وفجأة كده لقيتها جاية ناحيتي وهي بتجري بسرعة رهيبة غصب عني. لما هي عملت كده اتخضيت، اتنفضت من مكاني تاني ووقعت من على السرير. اول ما وقعت من على السرير سمعت صوت اذان، فتحت عيني عشان اكتشف ان كل اللي شفته ده كان حلم. وارد جدا يكون حلم حلمت بيه بسبب ان انا خايفة وقلقانة على اختي، وبسبب ان انا قبل ما انام كنت بفكر فيها، ده طبيعي ووارد انه يحصل. يعني اللي مش طبيعي هو الحلم الاولاني اللي حلمته قبل الحادثة، او بالتحديد يعني يوم الحادثة. ما كنتش لاقية تفسير ولا سبب للحلم ده، ولا حتى كنت لاقية تفسير لكل اللي مرينا بيه من وقت ما المصيبة دي حصلت لنا. ولما بقول حصلت لنا فانا بقصد معنى الكلمة، لان مش اختي بس اللي اتأذت من يومها، امي كمان ما كانتش بتنام بشكل طبيعي، ما كانتش بتقعد 5 دقايق على بعض الا لما تعيط. وانا كمان الخيالات والكوابيس تقريبا ما كانوش بيفرقوني، لدرجة اني ما كنتش بكمل 6 ساعات نوم على بعض من غير ما المهم ان انا لما قمت من النوم وقتها على صوت اذان الفجر
لقيت نور الأوضة مطفي زي ما سبته، وما كانش منور زي ما شفت في الحلم. اطمنت شوية وقمت اتوضيت وصليت مع ماما الفجر. ماما اللي زي ما قلت لكم انها كانت بتفضل طول الليل صاحيه وهي بتقرا قرآن وبتدعي لاختي لحد الفجر. صلينا سوا، وبعد ما صلينا الفجر انا وماما قمت اخدتها في حضني لانها كانت بتعيط، ودخلت نمت في اوضتها لحد ما صحيت على الساعه 9 الصبح. قمت من النوم، غيرت هدومي وسلمت على ماما وقلت لها انا نازله كليتي. لما وصلت الجامعه في اليوم ده كنت قاعده مش مركزه، وبصراحه كنت مرهقه قوي. صاحبتي اللي اسمها زين خدت بالها اني تعبانه ومش قادره اكمل المحاضره، عشان كده خرجت معايا من المحاضره واستأذنت من الدكتور انها تروحني، لان انا كان واضح عليا الارهاق والتعب بشكل كبير جدا. خرجت انا وصاحبتي من المحاضره وفعلا وصلتني لحد البيت، بس واحنا في الطريق سألتني عن سبب ارهاقي، فقلت لها ان انا ما بنامش كويس، وطبعا هي كانت عارفه اللي حصل لاختي من البدايه. هدتني وقالتني ان شاء الله ربنا هيعديها على خير. طلعتني لغايه البيت، سلمت على ماما وواسيتها وقالت لها ان اختي هتقوم بالسلامه، وبعد كده خدت بعضها ومشيت. اما انا بقى فدخلت نمت لان كنت مرهقه جدا وتعبانه جدا، والحمد لله المره دي نمت ما حلمتش باي كابوس، لحد ما صحيت على صوت ماما اللي كانت بتصحيني عشان نروح لاختي المستشفى لان ميعاد الزياره بتاعها قرب. قمت من النوم وغيرت هدومي ورحت لاختي اللي في اليوم ده كانت حالتها ابتدت تتغير او يحصل فيها شويه تطورات. ايوه، ابتدت تبص على اللي حواليها، لكن برضو ما كانتش بتنطق ولا بتتكلم، بس مجرد حركه رقبتها وعينيها كانت في حد ذاتها تطور ملحوظ. والتطور ده خلى الدكتور النفسي اللي كان مسؤول عن حالتها يقول لنا ان المفروض نفضل نتكلم معاها، وخصني انا بالكلام اكتر لانه عرف من ماما ان انا واختي كنا قريبين جدا من بعض، لان هي اللي مربياني وتعتبر هي ابويا من بعد موت ابويا الله يرحمه. الدكتور اتكلم معايا وقال لي انه هيسمح لي بوقت اضافي فوق ساعات الزيارة عشان اقعد اتكلم معاها واحكي لها عن حياتي. وفي اليوم ده الدكتور قال لي ان انا اخترع لها اي قصة واحكيها علشان مخها يبدأ يشتغل ويفكر في اي حاجة غير الحادثة. ولما سألته اخترع لها قصة ازاي، رد وقال لي مثلا قولي لها ان في عريس متقدم لي وانه معايا في الجامعة، يبدأ تكلمي عنه فهي تبدأ تركز معاكي وعقلها يبدأ يشتغل. وفعلا سمعت كلام الدكتور وبدأت اروح لها كل يوم وافضل قاعدة معاها حوالي ساعتين بعد وقت الزيارة. كنت بتكلم معاها وبقول لها زي ما الدكتور قال لي، لكنها برضو ما كانتش بتستجيب. كانش بيحصل اي تطور في حالتها غير انها كانت بس بتبصلي وانا بتكلم، وعينيها كانت بتدمع، كانت بتبصلي بنظرات فاضيه ومكسوره. نظراتها دي كانت بتحرق قلبي وكانت بتخليني غصب عني بدمع وانا شايفه حالتها بالشكل ده، حالتها اللي كانت بتسوء يوم عن يوم حتى وانا معاها، حتى كمان وجوزها معاها. ما هو جوزها كان بيسافر لشغله ويرجع اجازته العاديه، ولما كان بيرجع كان بيفضل قاعد عند امه اللي كانت بتزور اختي باستمرار هي كمان. بصراحة كلنا كنا واقفين جنبها على امل انها تتحرك او حتى تقول اي كلمة، لكن اللي حصل هو العكس. اختي مع مرور الايام حالتها بقت صعبة قوي، ومن كتر الرقدة اتصابت بقرح في رشف وجسمها ابتدى يضعف وخست بشكل كبير جدا جدا. وفي الوقت ده جوز اختي وامه وانا عملنا مشكلة مع الدكاترة والممرضات اللي كانوا بيقولوا انهم مش مقصرين وان حالة اختي هي استثنائية لانها ما عدتش عليهم قبل كده، بس برضو احنا كنا شايفين انهم مقصرين وان الحالة ما بتتحسنش، وعشان كده طلبنا بنقلها من رعاية مستشفى القصر العيني لرعاية مستشفى تانية. وبسبب كلامنا ده اتدخل دكتور استشاري وقال انه موافق على نقلها بس لما نعرف هتتنقل فين الاول. وهنا بقى كانت مهمة جوز اختي اللي بامانة طلع عينه لحد ما قدر يدبر لها سرير في رعاية مستشفى المنيرة بالسيدة زينب. وفعلا اتنقلت اختي للمستشفى دي، ولما اتنقلت لمستشفى المنيرة ابتدت حالتها تاخد شكل تاني خالص. اختي من ساعة ما اتنقلت مستشفى المنيرة هي بدأت تتحسن شوية، لكن تحسنها ده كان تحسن طفيف. يعني لما حد منا كان بينادي عليها
كانت بتبص ناحيته، ولما كانت بتاخد اي حقنة او اي ممرضة كانت بتيجي تقف جنبها كانت بتنتبه وتبص لها. بس بالرغم من ده كله الا انها ما كانتش برضه بتتكلم ولا حتى كانت بتتحرك. وعشان كده وبعد وجودها في المستشفى بحوالي شهر تقريبا الدكاترة قالوا ان حالتها ميؤوس منها من ناحية الطب العضوي، وقالوا انها عشان تتحسن لازم تكمل علاجها في مستشفى نفسي. وقتها اول ما جوزها وامي وانا سمعنا اسم المستشفى النفسي رفضنا تماما، لاننا عارفين المستشفيات النفسية بيحصل فيها ايه. وكمان جوزها وامي رفضوا لانهم كانوا شايفين ان مستحيل يوافقوا انها تدخل زي ما قالوا مستشفى المجانين وتتعامل على انها مجنونة مش مريضة ومحتاجة لعلاج. ده كان كلامهم وتصورهم وقتها. وبسبب كلامهم ده الدكاترة قالوا ان يا اما تتحول لمستشفى نفسي يا اما تكمل علاجها في البيت، واحنا بقى نبقى نجيب لها دكاترة سواء نفسيين او عضويين او حتى دكاترة علاج طبيعي. لما امي سمعت كلام الدكاترة ده قالت من الاحسن انها تيجي تقعد عندنا في البيت، واحنا بقى نبقى نتابع معاها ونجيب لها دكاترة. اقتراح امي ده عجب جوز اختي ووافق عليه، وانا كمان بصراحة كنت شايفة ان وجودها معانا وجنبنا هيساعدها كتير في تحسن حالتها. وفعلا بعد كام يوم اختي خرجت من المستشفى في عربية اسعاف وراحت عندنا البيت. ومع وجود اختي في البيت الموضوع ما تأزمش زي ما كنا فاكرين ولا حالتها بقت اسوأ، ده بالعكس. اختي لما جت عندنا البيت كنا بنرعاها بشكل مستمر وبشكل افضل من المستشفى كمان. كنا متفقين مع ممرضات بيجوا يقعدوا معاها وكانوا بيدوها العلاج اللي الدكاترة كتبوا عليه. وكمان معظم الوقت امي ما كانتش بتقوم من جنبها، ويمكن وجودنا جنبها والدكاترة النفسيين اللي جبناهم في البيت هم اللي خلوها بعد حوالي 20 يوم من خروجها من المستشفى تبدأ والأول مرة تحرك طرف من أطرافها. أيوة، أختي بعد 20 يوم ابتدت تحرك دراعها الشمال وابتدت بعد كده تحرك دراعها اليمين. طبعا الدكاترة لما لاحظوا التطور اللي حصل لها ده قالوا اننا نكمل مع دكتورة العلاج الطبيعي اللي كانت بتجيلها كل يومين ونفضل جنبها ونحسسها بوجودنا لحد ما بإذن الله هتقوم وتتحرك. والظاهر كده ان الدكاترة المرة دي كان عندهم حق، ودي لانها وبعد مرور شهرين كانت قدرت تمشي وتدخل الحمام. طبعا انا كنت بسندها، هي ما كانتش بتقدر تمشي لوحدها بسبب ضعفها ورقدتها الكتير، بس برضو حتى بعد ما اتحركت ما كانتش بتتكلم، واي حد كان بيتكلم معاها كانت بتفضل بصله وساكته. وحتى لما كنت بقعد جنبها واديها ورقه وقلم عشان تكتب اي حاجه ما كانش بيخرج منها اي رد فعل على كلامي، كانت بس بتبصلي وعينيها كانت بتفضل تتم. في الوقت ده بقى جوز اختي كان موجود جنبها هو واهله، وشهاده لله يعني هو ما قصرش معاها في اي حاجه، لا مصاريف ولا سؤال ولا حتى اي طلب كنا بنطلبه منه لعلاجها. بس الموضوع ما استمرش كتير على الحال ده. اختي ما اتحسنتش ولا حتى خفت زي ما كنا فاكرين. اختي حالتها انتكست تاني، والمره دي السبب شفته بعيني. شفت السبب بعيني لما في يوم كنت نايمه في اوضتي بالليل، والليله دي بالذات ما كانش في ممرضه بايته مع اختي في اوضتها كالعاده في الفتره الاخيره، عشان هي في الفتره الاخيره بدات تخف. ليلتها امي كانت نايمه جنبها وانا كنت نايمه في اوضتي، بس وانا نايمه صحيت المره دي على صوت اختي وهي بتنده عليا. لما قمت من النوم كنت ملهوفه وكان قلبي فرحان بسبب ان انا كنت فاكره انها خفت وبقت بتتكلم. بس لما فتحت عيني وخرجت من اوضتي ورحت ناحيه الصاله اللي كان جاي منها الصوت شفت اللي خلى جسمي كله يقشعر. انا لما خرجت للصاله شفت اختي واقفه ووراها كانت واقفه الست اللي بشوفها دايما في احلامي واللي معرفتش هي مين، بس المره دي كانت واقفه ورا اختي وكانت ماسكه ايديها الاتنين وحطهم جنبها وكانها مكتفاها وكانها مكتفه حركتها او منعها من انها تتحرك. اول ما شفت المنظر ده رحت جري ناحيتهم، بس قبل ما اقرب منهم او بالتحديد يعني اول ما بقيت في نص الصاله كده حسيت ان رجلي وقفت وما بقتش قادره احركها. حاولت اتحرك او امشي لكن مفيش فايده، رجلي كانت ثابته في الارض. وعشان كده بصيت لاختي وحاولت اقرا قران، بس للاسف انا المره دي ما كنتش قادره اتكلم ولا حتى اعمل اي حاجه غير اني اقف، غير اني اشوف الست دي واشوف اختي اللي كانت بتبصلي وبتقولي وهي بتعيط خدته مني
خدته مني والمرة دي عاوزة تاخدني. انا تعبانة قوي، انا تعبانة قوي. فضلت تقولي كلمة انا تعبانة دي كذا مرة لحد ما الست اللي واقفة وراها حطت ايدها على بقها. ولما الست او العفريتة او اللي كانت دي، انا معرفش مين، حطت ايدها على بق اختي، حسيت انها بتتخنق وبتستنجد بيا. في الوقت ده كنت متسمرة في مجالي ومش قادرة اتحرك، وفي نفس الوقت برضه ما كنتش عارفة هو انا بحلم ولا انا في حقيقة. انا كل اللي كنت متأكدة منه اني لازم الحق اختي، وعشان الحقها ما كانش في قدامي اي حل غير ان انا اقرا قرآن. وعشان كده بدأت اقرأ قرآن في سري. قريت كل اللي انا حافظاه، قريت كل اللي انا حافظاه من قرآن تقريبا، لحد ما حسيت ان عينيا بتتقل، وغصب عني بدأت اغمض شوية بشوية عشان افتح عيني تاني. فتحت عيني على صوت انين، ولما فتحت المرة دي لقيت نفسي نايمة على سريري. وقتها حسيت ان انا كنت بحلم، بس لما صحيت من الحلم انا كنت لسه سامعة صوت انين، صوت الانين اللي لما ركزت معاه وانا لسه صاحية من النوم ما قدرتش احدد الصوت ده جاي منين. بس اللي عرفته كويس وقدرت احدده ان الصوت ده بره اوضتي. قمت جري من على سريري، ولما خرجت من الاوضه شك طلع في محله، لان لقيت اختي نايمه، او بمعنى ادق متكومه في الارض وواخده وضع الجنين. كانت متكومه كده في نفسها وحاطه ايديها على وشها، وكانت عماله تعيط وتئن من الوجع. لما شفتها في الحاله دي مجاش في بالي بقى هي قامت ازاي من على سريرها، ولا مشيت ازاي لوحدها لحد ما جات لي الصاله، ولا جيب بالي حتى هي ازاي قامت من جنب ماما وماما ما حسيتش بيها ولا قامت معاها. انا كل اللي كان شاغل تفكيري وقتها ان انا اشوف مالها وايه اللي حصل لها، وعشان كده جريت ناحيتها بسرعه وبدات اهديها واتكلم معاها. بس هي ما كانتش بتنطق كالعاده، ما كانتش بتتكلم، هي بس كانت عماله تعيط وتتشنج بشكل هستيري. حاولت اهديها اكتر لما شلت ايديها من على وشها، لكن اول ما عملت كده لقيتها بتشاور على مكان معين في الصاله. بصيت على المكان اللي هي شاورت عليه، لكن ما لقيتش حد ولا لقيت حاجه غريبه حتى. بس نظرات اختي اللي كانت بتدل انها مش مرعوبه ولا خايفه، لا دي كانت نظرات اختي بتقول حرفيا انها هتموت من الخوف. نظراتها دي خلتني احاول ان انا اقومها، لكن للاسف اختي ما كانتش قادره تقوم، وكانها رجعت ما بتتحركش تاني. جسمها كله اتخشب ورجليها ما بقتش بتتحرك، وفجأة كده ايديها الاتنين اتخشبوا جنبها. اول ما شفت حالتها دي جريت وصحيت ماما اللي كانت نايمة في اوضة اختي، وخليتها تشيلها معايا لحد ما دخلناها لسريرها. طبعا امي قعدت تعيط وفضلت تلوم نفسها على انها ما حستش بيها ازاي ما حستش بيها وهي قايمة من جنبها. بس كل الكلام ده ما كانش ليه اي فايدة. اختي خلاص كانت حالتها رجعت زي ما كانت الاول، جسمها رجع ما يتحركش تاني، وعينيها فضلت باصه للسقف وهي بتعيط. بس الجديد بقى المره دي انها كانت بتخرج صوت انين، وكانها بتعيط او خايفه من حاجه. ليلتها فضلت سهرانه جنبها انا وماما لحد ما النهار طلع. ومع طلوع النهار قمت لبست ورحت الجامعه، لان يومها كان عندي امتحان نهايه اخر السنه. ومش محتاجه اقول لكم بقى انا لما رحت الامتحان معرفتش احل ولا كلمه، لاني كنت قاعده في الجامعه وتفكيري كله كان في البيت مع اختي والحاله اللي وصلت لها تاني من بعد ما كانت خفت. المهم عدى الامتحان، وبعد ما خلصت لقيت زين صاحبتي جايه تسالني مالي. وقتها انا حكيت لها كل حاجه، وحكيت لها عن الست اللي بشوفها في كوابيسي، واللي بالمناسبه يعني ما كنتش حكيت عليها الا المره دي، لاني كنت وحكيت لها عن الست اللي بشوفها في كوابيسي. كانت اول مره اتكلم عن الست دي. ما كنتش بنام بسبب قلقي على اختي، مش بسبب ان انا بشوف ست غريبه ولا حاجه. صاحبتي اول ما سمعت كلامي ده قالت لي ان اختي ملبوسه، وان حد عامل لها عمل، وقالت لي كمان انها تعرف شيخ كويس بيعالج بالقرآن وبدون ما ياخد اي مقابل. لما سألتها تعرفه منين قالت لي انه صاحب باباها، وانها ممكن تخليه يجي عندنا البيت عشان هو بيعالج حالات كتير في بيوتهم بالقرآن زي ما قلت وبدون اي مقابل. بصراحة اليأس والحالة اللي كنت فيها انا واهلي خلوني وافقت بدون نقاش، وافقت ان الشيخ ده يجي عندنا البيت. وفعلا ده اللي حصل. بعد يومين كانت صاحبتي قدرت تخليه يجيلنا، وفي اليوم ده جوز اختي كان موجود وماما طبعا. عاوزه اقولك ان الشيخ ده جه بعد ما خدت موافقه ماما وجوز اختي،
وحتى عمي ومرات عمي اللي كانوا ساكنين معانا في نفس البيت. المهم ان الشيخ ده لما جه البيت وانا شفت وشه كنت حاسه براحه غريبه، كنت حاسه كمان انه باذن الله هيشفيها ويكون سبب ولو بجزء بسيط في ان اختي حالتها ترجع زي الاول. بس اللي حصل بعد كده خلاني يأست من كل حاجه اكتر واكتر. ولو هتقولي يأستي ليه فانا هقولك لان الشيخ ده لما دخل اوضه اختي وبدأ يقرأ عليها ايات من القرآن وبعدها رقاها بالرقية الشرعية، اختي ابتدت تتشنج وصوت الانين اللي كان بيخرج منها بدأ يزيد ويعلى لحد ما جسمها ابتدى يظهر عليه علامات زرقاء. دراعاتها ورجليها ابتدت يظهر فيها تجلطات دموية او اثار كدمات بسيطة محدش لاحظها غيري انا وجوز اختي اللي كان واقف ورا الشيخ اللي كان مكمل قراية قرآن، واختي ما بيصدرش منها اي رد فعل بس غير صوت الانين. استمر الوضع ده لدقايق معرفش قد ايه، بس كانوا تقريبا حوالي ربع ساعة. بعدها الشيخ سكت وبص لأمي وليا ولجوز اختي والدموع في عينيه وطلب انه يقعد مع جوز اختي لوحدهم، وفعلا خد جوز اختي وخرج للصالة. بعد كده خد بعضه ومشي. بعد ما الشيخ مشي سألت جوز اختي عن الكلام اللي قالهوله، وهنا بقى كانت الصدمة. الشيخ قال ان اختي وارد يكون معمول لها عمل، ووارد يكون اللي عندها ده صدمة نفسية بسبب اللي حصل لها. هو في الحقيقة ما قدرش يحدد، لان حالات المس من الجن اللي هو شافها او عالجها قبل كده بمجرد ما كان بيقرأ قرآن كانت الحالة بتتكلم او بتعمل حاجة تثبت بيها انها ممسوسة. لكن في حالة اختي الوضع كان مختلف، اختي كانت لا بتنطق ولا حتى بتتحرك، وعشان كده الشيخ قال ان علاجها مش في ايده، واننا مفيش في ايدينا اي حل غير اننا نتابع مع الدكاترة النفسيين، وفي نفس الوقت ده نشغل قرآن جنبها وندعي ربنا انه يقومها بالسلامة. في اليوم ده وبعد ما عرفت كلام الشيخ من جوز اختي حالتي النفسية بقت سيئة جدا، ومع مرور الايام ومتابعة الدكاترة حالتي ابتدت تسوء اكتر، لان اختي ما كانتش بتتحسن بل بالعكس. اختي رجعت تاني ساكتة وما بتتحركش، وصوت الانين اللي كان بيخرج منها كان بيخليني انا وماما بنتقطع من جوانا على حالتها. بس بعد مرور حوالي 25 يوم بالظبط من اليوم اللي جه في الشيخ، وتحديدا بعد امتحاناتي، صحيت في يوم الصبح على صوت صويت امي. لما قمت من النوم وخرجت ناحية اوضة اختي لقيت امي قاعدة جنبها وهي عمالة تعيط: يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي. قربت من اختي عشان اشوف مالها. ساعتها كانت الصدمة، اختي ما كانتش بتنطق ولا بتتنفس ولا كان ليها اي نبض. يعني من الاخر كده اختي ماتت بعد معاناة دامت لمدة شهور بسبب حادثة الشرطة نفسها. اختي ماتت بعد معاناة دامت لشهور بسبب حادثة الشرطة نفسها هيدتها ضد مجهول. اختي ماتت وانا لحد النهارده معرفش هي ماتت بسبب سحر ولا معمول لها عمل وبسببه حصلت الكارثة اللي احنا فيها، ولا بسبب حد خدها في مكان وعمل لها عملية اجهاض بالدقة اللي اتعملت لها بيها العملية دي، ولا ايه اللي حصل ده؟ ما كانش ليه اي تفسير لحد ما في يوم وبعد ما اختي اندفنت امي قالت لي ان اختي قبل ما يحصل لها حادثة الاجهاض اللي حصلت لها دي ب3 ايام كانت بتقول لها انها بتشوف واحدة ست في احلامها، والست دي على مدار ال3 ليالي كانت بتحاول تسقطها. لما سمعت من امي الكلام ده كنت مصدومة، بس ما كنتش لاقيه له تفسير هو كمان، ولا كنت عارفة اربطه باللي حصل. بس اللي كنت عارفاه ومتأكدة منه كويس ان انا كنت بشوف الست دي من وقت اللي حصل في احلامي ولحد ما اختي ماتت. من وقت ما اختي اندفنت وانا بصراحة ما بقيتش اشوف الست دي ولا حتى بقيت اشوف اي كوابيس، بس اللي شفته في الحقيقة بعد كده خلاني بقيت محتارة اكتر واكتر، وخلى علامات الاستفهام بتدور كتير في راسي اكتر واكتر. انا لما روحت شقة اختي اللي بالمناسبة يعني كانت كويسة وما كانش فيها اي حاجة غريبة قبل ما اختي تسكنها ولا حتى بعدها. المهم انا لما كنت بروح عشان اخد حاجات اختي لان جوزها كان هيسيب الشقة وطلب مني ان انا اخد هدومها وحاجتها، لما كنت بروح هناك كنت بلاقي قصاد عتبة البيت مية كده شكلها غريب، كانت مية لزجة
مرشوشة قصاد عتبة البيت، والمية دي شفتها في المرتين اللي رحت فيهم الشقة. وطبعا في المرة التانية سألت واحدة من الجيران أنا كنت أعرفها، هي كانت شقتها فوق شقة أختي الله يرحمها، كان جارتها يعني. لما سألت الجارة دي عن المية قالت لي إنها بتشوفها دايما قصاد الشقة، بس ما بتاخدش ببالها ولا بتحط في دماغها إنها ممكن تكون عمل أو حاجة مش كويسة، وكانت بتقول لنفسها إن دي مية من مكان مسح السلم وكده يعني. بس لما أنا نزلت وسألت البواب بتاع العمارة على المية دي قال لي إنه ما بياخدش باله لأنه ما بيطلعش كتير الدور اللي أختي كانت ساكنة فيه ده، لأن الدور فيه شقة واحدة، وطالما الشقة مقفولة يبقى هو هيطلع ليه وهيركز معاها ليه؟ بس اللي عرفته منه وزود علامة الاستفهام جوايا إن البواب ما كانش ماسح سلم العمارة بقاله 3 أيام. في الحقيقة ما كنتش لاقية أي إجابات لكتر الأسئلة ولكل الأسئلة اللي بتدور في راسي دي، وخصوصا بقى إن الشقة بعد ما جوز أختي سابها اتأجرت لناس وعاشوا فيها مبقاش يظهر لهم أي حاجة غريبة. معنى كده إن الشقة كانت كويسة ولسه كويسة، يبقى المشكلة كانت عند أختي. في الحقيقة ده كان موضوع بقيت متأكدة منه، لأن فعلا سكان العمارة محدش منهم اشتكى إن الشقة فيها مشكلة. بس الحاجة اللي خلتني بقى بغلي من جوايا إن جوز أختي بعد ما هي ماتت ب2 تقريبا اتجوز بنت عمته وخدها وسافروا برا مصر. أيوة، اتجوز بنت عمته اللي كانت صاحبة أختي جدا وكانت متعودة تزورها دايما. ومن بعد جوازهم وسفرهم أنا بقى ما بقتش عارفة هل هي فعلا السبب في اللي حصل لأختي، ولا جوازه منها ده كان شيء عادي ملوش علاقة باللي حصل. وخصوصا يعني الجوازة دي تمت بعد 2 من موت أختي، فالأولى إنها لو كانت السبب كانوا اتجوزوا وقت أقصر من كده. بس اللي حصل إن الموضوع خد وقت وبان عادي. أنا مش عارفة ومش لاقية تفسير ولا لاقية إجابات لحد النهاردة. أنا لسه لحد النهاردة وبعد مرور سنين مش لاقية تفسير للي حصل لأختي، واستمر شهور أو تقريبا سنة لحد ما ماتت أختي. أنا مش لاقية تفسير، لكن كل ليلة وحتى بعد ما اتجوزت وخلفت بقيت بدعيلها أنا وماما بالرحمة، وأتمنى كمان إن كل اللي هيسمع القصة دي أو يقراها يدعيلها بالرحمة. ادعولها بالرحمة من قلبكم، لأنها اتعذبت كتير وعانت كتير، عانت كتير قوي قوي لحد ما ماتت، أو بمعنى أصح لحد ما ارتاحت. بس يا ريت بعد ما تدعولها تقولي تفسير الحكاية من وجهة نظركم. هل اللي حصل لأختي ده كان سحر ولا جريمة؟ الأحلام اللي كنت بشوفها دي كانت بسبب إن أنا وأختي كنا قريبين من بعض جدا، وإن أنا كنت ملتزمة في الصلاة بشكل كبير، فعشان كده كنت بحس بيها وبشوف الست اللي هي شافتها؟ ولا كل ده كان بسبب عقلي الباطن وتفكيري فيها فترة تعبها بشكل مستمر؟ بس هل لو أنا كنت بشوف الأحلام دي بسبب تفكيري في أختي بس، فازاي بقى شفت الست دي في حلم في نفس اليوم اللي حصل فيه الإجهاض؟ في الحقيقة أنا زي ما قلت مش لاقية إجابات ولا عارفة حتى أفكر، لأن كل ما بفتكر اللي حصل نفسيتي بتتعب. ادعوا لأختي بالرحمة، وادعولي ربنا يداوي قلبي وقلب أمي بنعمة النسيان. ادعوا لها بالرحمة.